وبقي أن نتكلم على بعض الأمثلة للبدء الاختباري، بعض الأمثلة للبدء الاختباري في القرآن العظيم. من جملة ذلك نرى على اللوحة التي بين أيدينا في حلقة اليوم أمثلة على الابتداء الاختباري. قوله تعالى في سورة الحج: ثم ليقطع. نعم، من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. هذه اللام لام الأمر، وجاءت في أول فعل يقطع ساكنة وقبلها كلمة ثم. فهنا لسائل أن يسأل: إن العرب لا تبدأ بساكن، فلما نصل ثم مع كلمة يقطع لا إشكال، لأننا نقول ثم ليقطع، فاللام الساكنة تقدمها كلمة ثم. لكن لو وقفنا على ثم وأردنا أن نبدأ بدءا اختباريا ولا يتعمد، لأن هذا البدء بدء قبيح أن يبدأ الإنسان ليقطع، كيف نبدأ واللام ساكنة؟ هذا سؤال أسمعه من بعض إخواننا وحق لهم أن يسألوا في هذا الأمر. السؤال يا أخي أننا نبدأ بلام مكسورة، بلام مكسورة، لأنه لا يمكن البدء بلام ساكنة، فنقول ليقطع ليقطع. وأعود فأقول هذا بدء اختباري لا يتعمد. إذن لو سأل سائل كيف تبدأ بقوله تعالى ثم ليقطع من غير ثم، نقول نبدأ بها ليقطع بلام مكسورة، لأن العرب لا تبدأ بساكن. عندنا أيها الإخوة نرى في السطر الثاني الآية 13 من سورة صاد قوله تعالى: وأصحاب الأيكة. انظروا إليها كيف كتبت في المصحف: وأصحاب الأيكة، لام ساكنة في أولها، لام ساكنة. طيب إذا وقفنا على وأصحاب، كيف نبدأ بهذه الكلمة؟ الجواب أننا نبدأ بها الأيكة، لأن اللام التي في أولها هي لام التعريف، هي لام التعريف. قد يقول قائل: إذا كانت لام التعريف فلماذا لم تكتب همزة الوصل في أولها على هيئة ألف؟ الجواب على هذا لأن هناك قراءة أخرى في هذه الكلمة، وهي أن تكون ليكة، ليكة بلام مفتوحة، بلام مفتوحة وتاء، والتاء المربوطة تكون مفتوحة لأنها تصير اسم ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، ليكة. فعلى تلك القراءة لو وقفنا على وأصحاب نقول وأصحاب، ثم نبدأ ليكة أولئك الأحزاب، ليكة بلام مفتوحة وتاء مربوطة مفتوحة. أما على رواية حفص عن عاصم ومن كان مثل حفص فإننا نبدأ بها بدءا اختباريا الأيكة بهمزة وصل، لأن اللام لام التعريف ولا تبدأ العرب بساكن. أعود فأذكر هذا البدء بدء اختباري لا يتعمد. ننتقل إلى السطر الثالث من اللوحة، وهو قوله تعالى في سورة الحجرات: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لو وقفنا على بئس وقفا اختباريا، بئس، وأردنا أن نبدأ بالكلمة التي بعدها بدءا اختباريا، كيف نبدأ؟ هل نبدأ الاسم أم نبدأ الاسم؟ نبدأ بكليهما، نبدأ بكليهما. أفصل قليلا في هذه الكلمة. أصل هذه الكلمة أيها الإخوة هي كلمة اسم، كلمة اسم، يعني سين ساكنة وبعدها ميم،
وقبلها همزة الوصل مكسورة، اسم. فلما دخلت عليها لام التعريف، ولام التعريف ساكنة، لام التعريف ساكنة، فيجتمع في النطق لام التعريف والسين الساكنة، لام التعريف والسين الساكنة، والعرب لا تجمع بين ساكنين، لذلك فإنهم يكسرون لام التعريف للتخلص من التقاء الساكنين، فيقولون الاسم، فيقولون الاسم، يعني بلام مكسورة. هنا عندنا أمر آخر، لما كسرنا لام التعريف لم يعد هناك ساكن نبدأ به، لم يعد هناك ساكن نبدأ به، فهل ما زلنا بحاجة إلى همزة الوصل التي هي من العرب من كان إذا بدأ بأمثال هذه الكلمة يبدأ بها الاسم على الأصل، ولو كسرت اللام، ولو لم نعد بحاجة إلى همزة الوصل يقرؤونها على الأصل. الأصل أن هذه اللام كانت ساكنة فاضطررنا لجلب همزة الوصل إليها، فمن العرب من يقول في مثل هذه الكلمة الاسم، ومن العرب من يعني من نطقه الاسم، بمعنى هو لم يعد بحاجة إلى همزة الوصل، وكأن لسان حاله يقول إنما جلبت همزة الوصل للتمكن من البدء بالساكن، أما وإن الساكن الآن قد زال فلا داعي لهذه الهمزة، فيقولون الاسم. وهذا الأمر أيها الإخوة لكل القراء ليس لحفص وحده، فإن بدأنا بدءا اختباريا بهذه الكلمة لنا أن نقول الاسم ولنا أن نقول الاسم. خلاصة الكلام في سورة الحجرات: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، من وقف على بئس وأراد أن يبدأ بالاسم بدء اختباري لا يتعمد ولكن للعلم بالشيء، له أن يبدأ الاسم وله أن يبدأ الاسم. نعود إلى اللوحة ونرى فيها السطر الأخير الذي فيه قوله تعالى: قل اللهم، من سورة آل عمران. لو وقفنا على قل وهو فعل أمر، قل، كيف نبدأ؟ نبدأ اللهم بهمزة مفتوحة هي همزة الوصل، وبعدها لام مشددة مفخمة، لأن اللهم تعامل معاملة الله من حيث التفخيم والترقيق. إذا نبدأ بها اللهم.